الأيام اللي فاتت لاحظنا ادعاء بنات كتير بالتحرش وفيديوهات واتهامات كاذبة للشباب. اعمل لايك وفولو وتعالى اقول لك تتصرف ازاي لو اتحطيت في الموقف ده. هتعمل ايه لو لقيت واحدة بترمي بلاء عليك وتصورك وتقول ده بيتحرش بيا؟ عشان الفترة الجاية ممكن ده يحصل مع أي شاب فينا، وخصوصا بزيادة شوية بعد الترند الأخير. أولا اهدى ولا يهمك، أولا اهدى خالص ولا يهمك وسيبك منها. طول ما أنت محترم وما عملتش حاجة ولا غلطت فيها اهدى. ثانيا امسك تليفونك وصور الواقع وصور الشهود وصور كل حاجة حواليك تثبت إن أنت ما عملتش حاجة. ثالثا لو تطاولت عليك سجل اي تطاول بالفيديو وما تخليهاش تستفزك خالص وتخليك تغلط فيها، ما تخليهاش تدينك. رابعا لو وصل الامر تروح القسم قول لها اهلا وسهلا تعالى نروح القسم، وهتروح هناك تعمل فيها محضر بالتطاول ومعاك الفيديوهات. ولو عرفت تاخد شهود خد معاك شهود افضل، ما عرفتش هيبقى محضر قصاد محضر، وهتكون هي قدام اختيار من الاتنين: التنازل من الطرفين او انتوا الاتنين هتخشوا تتحجزوا وتتعرضوا على النيابه، والنيابه هي اللي هتحقق في الامر. لكن ما تسمحش لواحده تخوفك طول ما انت ماشي صح.